السلام عليكم الكبيدات ديالي، السلام عليكم الغاليات ديالي. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم دائما في اتم الصحه والعافيه يا رب العالمين. نهار جديد وفيديو جديد كالعاده. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم بعد مقتطفات العيد ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا معايا عندي الشحمه ديال بولفاف. صراحه لقيناه شويه مشحم، وهذا الشحمه بولفاف غليظه شويه كما كتشوفوا، وانا صراحه ما كتعجبنيش الشحمه بزاف. قلت لهم منين نجيو نلفوا الكبده ما نديروش هاد الشحمه هادي، غير واحد الطريف كما كتعرفوا، غير باش يبن لينا هكا الكبده وصافي. صراحه العيد داز زوين ما شاء الله، لكن الفرحه ما كملاتش. علاش؟ لان الاغلبيه الناس هاد العام صراحه ما معيدينش. باش كتشوفي يعني ناس فرحانه معيده مع وليداتها، وناس مسكينه ما قداش باش تشري عيد الاضحى. صراحه الفرحه ديالك راها ما كتكملش، لان كتشوف واحد الناس معيده وناس ما معيداش. يعني صراحه بهذا الغلاء وهذا الشيء صراحه الامور ما دازتش كما بغينا. تمنينا كل الناس يعني تعيد والاثمنه تكون مناسبه للجميع. حنا خدينا الكبيده شويناها على الفاخر، انا كتعجبني الكبده نشويها هكا على الفاخر. والاجواء د العيد سبحان الله كتعجبني ندوزها مع العائله ديالي، خصوصا الاجواء في الصباح. يعني العيد كي كنقولوا حدو الصباح، عندك من ديك العشرة ل 12 صافي الامور كلها كتكون مزيانه. كيعجبني ندوز العائله معاها العيد. انا كما كتشوفوا معايا الكبده ديالنا هي كطيب على الفاخر. انا الزوج ديالي والوالد هما اللي كيقادوا لنا الكبده دائما، العاده هي العاده. يعني سبحان الله حنا ولفناهم هما اللي كيقادوا هاد الامور هادي. بالنسبه للكبده هما اللي كيشويو، حنا التقليه كنصوبوها مسرنات الكرشه داكشي كنقيوه وكنقادوها انا والوالده ديالي الله يخليها ليا يا ربي. هنايا كما كتشوفوا معايا اللي بغى الشحمه راه كنديروا له الشحمه في الكبده. بالنسبه لي انا ما كتعجبنيش الشحمه بزاف، واخا كيديروها كنحيدها. الساعه اللي كنجي ناكلها كناكل غير هكا غير الكبده بوحدها. هنايا راه كنشوي كما كتشوفوا معنا. نتمنى هاد الاجواء يعجبوكم، وهذو هي الاجواء ديال المغرب كدوز صراحه زوينه بزاف مع اللمه د العائله مع الحباب الهلا. يحرم شي واحد من هاد اللمه هادي كيدوز صراحه العيد زوين. انا كيعجبني هكا العيد ندوزو مع العائله ديالي. المهم كنفيقوا في الصباح. راه شاركت معكم في الفيديو اللي سبق كنذبحوا اضحيه العيد. الكبيده ديالنا كنوجدوها هكا كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للدواره حنا كنتغداو بها جويه ديك الربعه هكاك الخمسه كتكون وجدات. هنايا انا راني تنقي فيها. بالنسبه للكرشه ومسرنات الوريه كما كتشوفوا معايا راني نقيتهم وقديتهم درتهم في هاد الشبيكه يستقطروا. ما غاديش نطيبها كلها، يعني راه جوج دوارات هادو خدينا غير القياس، لحقاش الولاد الصغار ما كياكلوهاش غير حنايا وشي وحدين فينا يعني اللي كياكلوا سبحان الله. هاد التقليه هادي حنا ضروري نديروها هنا. الوالده هي اللي غطيبها معاكم. بالنسبه للتقليه البنات درنا هنايا كما كتشوفوا معانا القزبر مقطع رقيق، الثومه ضروري، الثومه شويه ديال الحامض مصير. بالنسبه للعطريه كنديروا الكمون وكنديروا التحميره وشويه ديال الخرقوم ولا الزعفران. الوالده ديالنا هي اللي غادي طيبها ان شاء الله اليوم. هاد الدواره هذه صراحه كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للقزبور غادي تزيد شويه ديال القزبور حبوب مدقوق. اللي كيبغي القزبور مدقوق حبوب يديرو، كيعطي واحد النسمه البنات غزاله للتقليه. وهنا شويه ديال الملحه، حاولوا ما تكثروش الملحه، لا كنتو غديروا الحامض مصير. وانتم عارفين يعني الدواره هي الزيتون كتجيو الحامض مصير كتجي غزاله. انا كتعجبني وملي تكون جديده كتجي صراحه زوينه، والمذاق ديالها كيجي زوين. لا بطات هي في الثلاجه ما كتبقى سبحان الله نفس المذاق ديالها، ولا كانت جديده هكا يعني كي خرجتيها من الخروف كديرها كتعطي واحد المذاق كيجي مزيون بزاف. هنا كما كتشوفوا معايا المكونات اللي قلت لكم هي هذه. غادي نولي نعاودها معكم. عندنا القزبر حبوب كما كتشوفوا معايا راه وضعته الوالده، شويه د الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه نتاع الكمون، الفابريكا اللي هي التحميره ضروري، من الثومه ضروريه في التقليه. وهنا شويه زيت الزيتون او الزيت العاديه اللي عندكم متواجد. هنا صافي هادشي اللي كاين. غادي نشحروا هادشي مزيان كما كتشوفوا معايا. ما كنديروا لا بصله لا حتى شي حاجه. هادو هما المكونات اللي كنديروا حنا في التقليه وكتجي غزاله، والمذاق صراحه كيجي زوين بزاف. هنا صافي من بعد ما تشحرات لينا هادوك التوابل كاملين غادي ناخذوا ديك الكرشه ديالنا اللي سبقنا وغسلناها مع عين الدواره مع المسرنات مع داكشي كامل. كتاخدي منه شويه 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 ديال الدواره وكتقطعيه هكا، ومن بعد ما كتغسليه وتقاديه
تخليه حتى يسقطر من داك الماء. كتاخدي القياس ديالك وتوضعيه في الكوكوط وتدخلي هاد الشرموله كامله مزيان وتخليه حتى يزيد يتقلى وتضيفي الماء الكافي وتخليها التقليه طيب. كاين الناس اللي كتقول لها التقليه، كاين الناس اللي كتقول لها الدواره، على حسب كل واحد شنو كيقول ليها. هنا التقليه ديالنا ها هي وجدات. دائما كتضيفوا الماء، ما يكونش ماء كتير، الماء اللي غادي تطيب فيه الدواره، يعني دائما الماء عينكم ميزانكم. والدواره هنايا راه طابت لينا دغيا مع صغيره وباقا جديده، يعني طابت في البلاصه ما شاء الله. كتجي مدغمره هكا، اليديمه ديالها خفيفه على حقها وطريقها. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. مع